خلينا نتكلم النهارده عن السعرات الحرارية وازاي نعلي الحرق بتاعنا. معاكم الدكتورة نيفان رضا، أخصائي تغذية علاجية وعلاج سمنة ونحافة. طبعا احنا عارفين ان معدل الحرق بيختلف من شخص لآخر ومن الست للراجل، بس في ثوابت ثابتة معانا كلنا مع كل الأشخاص ومع كل الأعمار. أولها شرب المية، والمية الدافية بالذات على الريق مهمة جدا جدا. أول حاجة بتساعد على التخلص من غازات المعدة والإمساك وبتسهل حركة الأمعاء. وعموما شرب المية من 2 ل 3 لتر مهم جدا، بيحسن الحرق وبيعليه جدا. تاني حاجة طبق السلطة من أهم الحاجات اللي على الوجبة، لأن هو فيه ألياف وفيتامينات بتحرق 30% من الوجبة الغذائية. تالت حاجة طبعا متفقين عليها الشاي الأخضر. والشاي الأخضر بس لازم يتشرب صح، يعني 3 مرات قبل الوجبات نص ساعة، ويا سلام لو حطيت عليه نص ليمونة أو قطعة جنزبيل فريش. القرفة من الحاجات اللي بتعلي الحرق جدا. القهوة الخضراء كمان من الحاجات المهمة جدا في الدايت وبتعلي الحرق جدا. رابع حاجة خد الفاكهة المسموحة ما بين الوجبات وعلى مدار اليوم، لأن الفيتامينات اللي موجودة في الفاكهة والألياف بتاعتها من الحاجات المهمة للجسم وبتعلي الحرق جدا. في حاجة كمان مهمة، لازم يا جماعة المشي يوميا نص ساعة، مهما كنت بلعب جيم أو بتحرك أو بعمل أي مجهود لازم المشي نص ساعة، بيشد عضلات الجسم وبيعلي الحرق بشكل حلو جدا. لازم نمنع الحلويات ودي حاجة مهمة جدا، وبالذات السكر الأبيض، على الأقل معلقتين سكر طبيعي في اليوم، والأفضل إن أنا استبدلهم بعسل نحل. نمرة 2 الملح. الملح مهم جدا إن أنا ما ازودش في الملح، يعني الملح الطبيعي بتاع الأكل، لكن ما ازودش ملح أو مخللات تاني. وآخر حاجة لازم أحافظ على وجبة الفري، لأن هي دي اللي بتعلي حرقي طول الأسبوع.